اهلا وسهلا بحضراتكم وكل عام وانتم بخير. النهارده جاي اكلمكم في موضوع، بس قبل ما اتكلم في الموضوع يا ريت اشتراك في القناه وتفعيل الجرس، ولو عجبك الفيديو ادعمني بلايك. والله انا عايز اوصل لك حاجه محترمه في الكوره. ماذا لو صحينا الصبح كده كلنا اللي محبين لكره القدم والمحبين للرياضه، لقينا الاهلي والزمالك سمنه على العسل، رئيس نادي، مدير نادي، لعيبه من الطرفين، محدش بيجيب سيرة التاني بحاجة وحشة. اشتغل واعمل صفقات وقوي فريقك، بس في إطار الاحترام، في إطار عدم الزج بأسامي المنافس بتاعك في مواضيع تافهة، سواء الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز أو أي نادي عنده إمكانيات ينافس نادي الأهلي والزمالك. الأندية الجماهيرية دي يا جماعة، الأهلي، الزمالك، الاتحاد، الإسماعيلي، المحلة اللي هي فين دلوقتي، المحله، ترسانه، هي فين الترسانه؟ الانديه دي كلها متعتنا كوره، والاهلي والزمالك اكتر اتنين بيمتعونا كوره. يعني لو ما فيش ماتش الاهلي بيتذاع النهارده، لو انا راجل اهلاوي هتفرج على الزمالك وهو بيلعب. لو ما فيش ماتش للزمالك النهارده وانا راجل زملكاوي هتفرج على الاهلي وهو بيلعب. يبقى ما نختلفش بقى كجمهور ان احنا الاتنين، الاهلي والزمالك، انديه مصدر سعاده الجمهور الكره المصري، مصدر سعاده لجمهور الكره الاثنين، ومعاهم الاسماعيلي ومعاهم الاتحاد ومعاهم الانديه العظيمه اللي انا قلت اساميها قبل كده كلها. والله مصدر سعاده الشعب ده محب لكره القدم زي شعب البرازيل كده. ماذا لو لقينا العلاقه بين الانديه دي علاقه في اطار محترم من الود المتبادل، وميثاق شرف يتعمل في التعاقدات مع اللعيبه واختيارات اللعيبه. انا نادي الزمالك اقعد مع النادي الاهلي واقول يا جماعه نحط سقف معين للعيبه، فارس درجه اولى، لعيبه صف تاني، لعيبه صف تالت، وكل نادي يحترم تقسيم النادي التاني، ومحدش يغالي على حد الا في صفقات مثلا خارجه عن الاهلي والزمالك. يعني لو لعيب ظهر عايز تزود شويه، عايز هو يزود شويه، بس يبقى في اطار الميثاق المعمول ان انا ما ازيدش عن رقم كذا. طب افرض الاهلي حط الرقم ده ونفس الزمالك وصل للرقم اللي هو الاعلى ده، يجي هنا رغبه اللاعب، اشوف اللاعب عايز يلعب فين. هو ده اللي معانا، هو الزمالك مش هيدفع اكتر من كده والاهلي مش هيدفع اكتر من كده. حضرتك عايز تلعب فين؟ اهلي روح الاهلي، زمالك روح الزمالك. والله ده هتبقى شيء محترم جدا، والله هيبقى شيء محترم جدا، ومش هنسمع بقى فركشه في الفرقه. يعني انت ماشي بتدي لعيبتك عندك في الفرقه سي مليون جنيه، وجايب واحد ب 10 مليون جنيه، الباقيين دول هيلعبوا؟ مش هيلعبوا، مش هيلعبوا. هيلعبوا ازاي؟ انت واحد جايبه ب 10 وانت بتدي الفرقه كلها 10، يبقى هم يلعبوا ازاي؟ خلي بقى اللي انت جايبه ب 10 ده ايه؟ يكسبك. تخلي بقى هو اللي يروح بالكوره من الجول للجون، خليه هو اللي يباص لنفسه، خليه هو اللي يشوط من الجول للجون، خليه هو لو كوره رايحه علينا هو اللي يروح يقطعها. يعني موضوع يا جماعه، الموضوع كبير. فلو اتعمل الميثاق الشرف ده، اول حاجه تحافظ على فرقتك والتعاقدات اللي انت بتعملها مع لعيبتك الاولانيين الاساسيين، واللي بيجي زياده عليهم بيبقى زيهم. لو قل عنهم ماشي، بس ما يزيدش عنهم، ما يزيدش. يقل ماشي، لكن يزيد لا. يزيد هيبقى. وعندك امثله كتير، عندك امثله صفقه صلاح محسن، امثله صفقه حسين الشحات، امثله صفقه برجاني سيسي، امثله صفقه عواد. نعمل كلام محترم، مش يعني هي مش مزاد عشان اخش واعلي عليك وانت تعلي عليا، والمستفيد في الاخر الوكيل واللعيب وشويه المجموعه اللي موجوده اللي بتستفيد من ورا التعاقدات. يا جماعه نفسي والله من قلبي علاقه الود ترجع تاني. كنا بنسمع محمد لطيف كان بيحببنا في الزمالك قبل الاهلي، ويحبب الاهلاويه في الزملكاويه، ويحبب الزملكاويه في الاهلاويه. نفسنا في التعليق ده. محمد لطيف الاهلاويه كانوا بيحبوه اكتر من الزملكاويه، حماده امام الاهلاويه كانوا بيحبوه اكتر من الزملكاويه.
خطيب الزمالكاويه كانوا بيحبوه اكتر من الاهلاويه كمان. طه بصري الاهلاويه كانوا بيحبوه اكتر من الزملكاويه. وكتير بقى علي خليل يعني مش يعني ممكن اعدي لك من هنا لغايه السنه الجايه. نفسي والله العلاقه دي ترجع زي زمان بين الاهلي وبين الزمالك. شكرا.